يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين، حبايب قلب نادية من جو. وحشيني جدا جدا. بشكركم من كل قلبي على تعليقاتكم ولايكاتكم، وما تحرمش منكم ابدا لكل اللي قال لي كلمة حلوة. ربنا يبارك فيكم يا رب ويخليكم ليا، يسترها معاكم دنيا واخرة. نحمدك ونشكرك يا رب، اللي انا ليا احلى اخوات في الدنيا، احلى اخوات والله العظيم بجد. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. خش بقى تشتري، خش قناة اول مرة اشترك لي، عملنا زر الجرس، وليك حلو من ايديك الحلوة العسل ديت. ويعني اهم حاجة لايك يا جماعة، تعليق برضو حلو، كلام حلو كده بيشجعني. تعليق واحد واتنين يعني، مش لازم واحد يعني، تشجعوني بس يا جماعة مش اكتر يعني. يلا ربنا يبارك فيكم يا رب ويطول في عمركم ويخليكم ليا، ويعني مليون سنة كده او اكتر يعني، مش عارفة احنا هنعيش قد ايه. يلا الحمد لله، ربنا يديكم الصحة يا رب ويبارك فيكم ويسترها معاكم ويخلي لكم أولادكم. احنا بقى هنعمل النهاردة روتين كده مشجع. تخش بس على الروتين ده هيشجعك جدا جدا يعني. كان ابن حبيبي كان ماشي، وكنت انا عاملين اكل بقى، واخواته معانا وكلهم يعني، كان بسم الله ما شاء الله يعني، العيلة وعيلة العيلة كمان. يلا ربنا يديمها نعمة يا رب ويحفظها من الزوال، وربنا يبارك له يا رب ويسترها معاه ويوقف ولاد الحلال ويسترها معاكم. وربنا ينصر سوريا، وينصرهم كده يا رب عن مين يعاديهم، ويحوش عنهم يا رب ويفاديهم يا رب بحق النبي، وما يضلهم في حاجة أبدا. ربنا يحوش عنهم بجد، الواحد بتقطع عشانه والله العظيم، أقسم بالله ما بشوف الأطفال دي بتقطع عليها والله العظيم أقسم بالله. ربنا كده يرحم أمتنا يا رب وأموات المسلمين جميعا، وينجيهم من كل وحش يا رب. حق النبي ربنا ينجيهم، الأطفال والناس الكبيرة يعني حاجة كده تحزن كده، تخلي الواحد قلبه يعني، بصراحة الواحد حزين حزين بجد يعني. مش عارفة ايه البني ادمين اللي بياكلوا ببعض دولت يعني، دولت بني ادمين يعني، حتى لو كانوا مش مننا حتى يعني، في الرحمة حلوة يعني. يرحموهم كده، ربنا يرحمهم. ربنا ينصرهم يا رب بحق جهنم. بيدعوا لهم يا جماعة، ادعوا لهم ان ربنا ينصرهم كده ويثبت اقدامهم كده، ويشجعهم كده، والناس تقف معاهم ويقف معاهم ولاد الحلال يا رب. نعمل بقى النهارده مع بعض بط بط ووز وفراخ بلدي. هنعمل زي واحد بقى بط ووز وحمام وانار. لان بقى كنا نعمل ومحشي وحاجات من دي، كانت زنبليطه بقى يعني، الدنيا كانت ضايعه خالص. ربنا يعينكم. انتوا احنا عارفين ان احنا هنعمل محشي وبط وحاجات من دي. طبخنا النهارده، هحكي لكم بقى على اللي حصل لي بعد الفيديو اللي انا نزلته امبارح. اما عرفوا ان انا قلت يعني اللي ام رحيم جوزها مش عايزه تنزل على القناه وكده، واتكلمت يعني في الفيديو، وقعدت احكي لكم يعني زعلانين مني، واللي بهني بقى من امبارح، وجوزي زعلان وابني زعلان وكلهم زعلانين، ويقولوا لي في القناه انت ما عدتش تطلعي عليها، انت ذات نفسك ما عدتش تعملي عليه. وبعدين القناه دي انا حباها يعني، هو جه في دماغي كده وانا حابه ان انا اعملها، وحابه ان انا اطلع فيها وكده. هما ما بيعملوليش حاجه يعني، مثلا انا اللي بعمل على القناه، وانا اللي بشتغل على القناه، وانا اللي كل حاجتي انا اللي بعملها، محدش بيعمل لي فيها حاجه. انا اللي بنزل فيديوهات، وانا اللي بعلق لكم، وانا اللي بعمل لكم كل حاجه، محدش بيعمل لي لها حاجه. وانا اصلا حباها لان انا حبيتكم اصلا، وحبيت ان انا اطلع معاكم كل يوم اتكلم معاكم، وحبيت ان انا لو انا مثلا ما اتكلمتش معاكم بحس ان في حاجه ناقصاني، متضايقه مش لاقي حد اتكلم معاه. لان انا هنا اخواتي قرايبي مثلا بعيد عني، واخواتي بعيد عني، انا ما معيش حد. حتى انتوا عارفين اللي جيراني ما بكلمونيش ولا انا بكلمهم، ولا مع نفسي كده من بيت المحل بتاعي ما بروحش عند حد ولا بكلم حد ولا بفضفض مع حد. لو انا زعلانه او انا تعبانه مع نفسي ما بكلمش مع حد، بكلم معاكم انتوا. عشان كده انا مش عايزه اقفلها. هم واقفين لي الوقت يعني، يقولوا لي لا تقفلها، لا ما تقعديش في البيت. طب انا ماليش حته اروح فيها يا جماعه، اقسم بالله والله مالي حته اروح فيها. اهلي ابويا وامي ماتوا، وانا كان ليا جوز صبيان، واحد مات والتاني لسه عايش كبير، الكبير بتاعنا.
لسه لا اخ واحد عايش يعني، ولسه له بنات عايشين وكل حاجه، بس كلهم متجوزين، واخويا ده برضو متجوز ومعاه عياله ومعاه مراته. وانا ماليش هناك حاجه، لان انا خدت حقي في ابويا، وما يجيليش عين اصلا ان انا اروح اقعد عند اخويا او في اي مكان تاني. يعني اسيب بيتي اللي انا بنيته وشقيت وتعبت فيه، اسيبه وامشي ازاي يعني؟ ازاي امشي واسيبه؟ يعني هما الوقت بيحاولوا اللي هما يطردوني ويطلعوني من البيت، وانا مش عايزه امشي خالص من البيت. اكتبوا لي بقى في التعليقات اعمل ايه، قولوا لي اعمل ايه في اللي انا فيه ده. واقفين لي كلهم الوقت متحديني، جوزي وابني ومرات ابني وكلهم. وانا لوحدي معاهم، مش لوحدي طبعا، انا وربنا وانتوا معايا، انا وربنا وانتوا معايا. وبدل انتوا معايا عمري ما انا ان شاء الله ربنا مش هيخسرنا. وبعدين قاعدين يقولوا بقى القناه دي ما بتجيبلكيش حاجه، والقناه ديت ما بتعلاش، مهما تعملي فيها ما بتعلاش معاكي، وانت مضيع تعبك على الفاضي، وانت ما اعرفش ايه، وبتصرفي عليها على الفاضي. يبقى ملهاش لازمه، اقفلي ليه بدل ما تجيب لنا مشاكل وتجيب لنا حاجات من دي. بصراحه انا متعشمه فيها ومش عايزه اقفلها، وماليش مزاج ان انا اقفل. مش عارفه بقى اسيب لهم البيت ما امشي واخد القناه معايا واشتغل عليها، ولا افضل معاهم في ينحوا فيها يعني، ولا اعمل ايه؟ مش عارفه، انا محتاره. عايزاكم تدلوني يا جماعه، دلوني على اللي انا هعمله دوت. كان صح ولا غلط؟ إيه، انا ما بعملش حاجه غلط، انا ما بطلعش مثلا بهدوم عريانه، ما بطلعش مثلا حاجه مكشوفه من شعري، ما بطلعش مثلا اعمل حاجه وحشه، انا بطلع باحترام وبأدب، وبعمل روتين حلو، يعني روتين عادي يعني. حتى لو انا مثلا سدفت في البيت برضو بعمل روتين عادي، وما بوقفش مثلا وقفه مش كويسه، ما بصورش حاجه مش كويسه، لو لقيت حاجه مش كويسه في الفيديو بقصها وبحوشها كده يعني. إيه، وانتوا تشهدوا لي يعني، بجد يعني انتوا تشهدوا لي. انا بقى انزل حاجه وحشه يوم من الايام، نزلت لكم حاجه وحشه او قلت حاجه وحشه، انا بقعد طول الفيديو ادعيكم واتكلم معاكم، وانتوا اخواتي وانتوا اهلي وانتوا كل حاجه ليا. بصراحه يعني انتوا اللي هترفعوا لي القناه، وانتوا اللي هتخلوهم بدل ما هم متحديني كده. انا عايزه بدل ما هم متحديني مش عايزه مثلا اعمل ايه اللي هم يشمتوا فيا يعني، فاهمني؟ مش عايزاهم يشمتوا فيا بصراحه، لان هم كده هيشمتوا فيا جامد يعني. يقولي انت مهما بتعملي فيها هي ما بتعلاش، ومبهدله نفسك في الفاضي، وشغله نفسك في الفاضي، ومنكده علينا في الفاضي كده يعني. شغالين لي كده من يوم ما نزلت الفيديو اللي فات، اللي هو بتاع اللي قبل دي يعني، الفيديو اللي قبل دي. انتوا بقى تردوا عليا في التعليقات وتقولوا لي اعمل ايه، او اتصرف ازاي، او اعمل ايه بالظبط يعني. اعملوا برضو في التعليقات برضو، وعرفوني، عرفونا الصح من الغلط، لان انتوا دلوقتي انا بمشي ورا كلامكم، وانتوا بتنصحوني مثلا ان كان حاجه غلط بتقولوا لي عليه، ان كان حاجه مش كويسه برضو بتقولوا لي عليها، وبسمع كلامكم وبعمل اللي انتوا بتقولوا لي عليه. انا نفسي اعمل اي حاجه، عشان مش عايزه حد يشمت فيا يا جماعه، وبالذات جيراننا يشمتوا فيا لو انا قفلت القناه. فاهمني؟ انا بتكلم يعني عادي اهو، بتكلم عادي، مش بتكلم في السر. اقسم بالله لو القناه دي بتاعتي دي اتقفلت، هم نفسهم اللي هي تتقفل، او نفسهم اللي هي ما تعلاش، دي اللي نفسهم، وانا مش عايزاه اخلي نفسهم. مش عايزاهم يشمتوا فيا او يبصوا له بصه مش كويسه يعني. مثلا يقول مهما عملت او مهما فيها عمرك ما هتعلى، او عمرك ما القناه بتاعتك ما هتعلى معاك، ولا الكلام ده. مش عايزه الكلام ده يوم من الايام اسمعه، مش هسمعه لما اقرب الناس ليا بجد يعني، اقرب الناس ليا هسمعه منهم. يعني ابقوا معايا كده، نبقوا صواب وتشجعوني كده، ربنا يخليكم يا رب، وتدلوني برضه في التعليقات، قولوا لي اعمل ايه او اتصرف معاهم ازاي. افضل على القناه، ولا انا مش حابه ان انا اقفلها، ومش هقفلها مهما يعملوا برضه، مش هقفلها، لان انا اصلا اتعودت عليها، اتعودت اللي اتكلم معاكم، واتعودت اللي انا اطلع لكم كل يوم، واتعودت اللي انا اعمل روتينات، واتعودت كل حاجه اتعودتها يعني بجد يعني. مش مثلا انت هتبقي في شغلك في يوم من الايام، مثلا انت متوظفه في شغل، وفي يوم من الايام وحد يجي يقولك لا ما انتش رايحه شغلك، ما انتش هتعملي الشيء الفلاني، هي دي زيها بالظبط. اتعودت ان انا مثلا كل يوم مثلا اعمل روتين، اعمل معاكم فيديو وانزله، اتكلم معاكم وافضفض معاكم وكده يعني. فاهمني؟ وربنا يخليكم يا رب ويبارك فيكم ويسترها معاكم. هنعمل بقى الاكل بتاعنا، انتوا عارفين ان الاكل بتاعنا معمول عشان ايه وكده يعني. انا بتكلم معاكم بس انتوا عارفين انا بعمل ايه بالظبط يعني. همسك بقى الحته اروقها كده زي ما انا معوداكم يعني، انضف الحته، وان كان في مواعين برضه امسكها اغسلها على ما الاكل يستوي، عشان ايه تبقى الحته رايقه وزي الفل كده. انتوا عارفين انا بحب الحته ايه حوالين مني ايه نضيفه كده، مش مكردده يعني. على ما الاكل يستوي اكون خلصت المواعين وسطفت الحته ونضفتها،
بنقوم بقى مجهزين غدانا ومخلصين وكل حاجه، واسيب بقى ورا غدانا بقى الحق ام رحيم هي اللي بتغسله، ما بغسلوش انا بس عليا اعمل الاكل ونتغدى، وبعد كده هم يغسلوا بقى، هم حرين مع نفسهم بقى، انا اعمل اغسلهم كمان ما ينفعش. كفايه قوي عليا كده، صح ولا غلط؟ في بقى مكن المحشي ومكن الهرس كله والزفر والحاجات دي، الحلل الكبيره ديت والحاجات ديت اللي كنت انا عارفاها. الزفر كنت منضفاه من بدري وغسلاه ونقعاه. كنا عاملين كميه لان كانت ولادي هنا كلها بقى وكان ابو رحيم كان ماشي والحمد لله. مش عارفه بقى الدنيا هتبقى معانا عامله ايه بعد كده بقى. ما تزعلوش مني مثلا لو انا مثلا بحكي لكم حاجه، او في ناس بتبقى يعني مثلا الواحد لما بيحكي لنفر وبيكون مثلا بعيد عنه، بيبقى فاهم هيقول له مثلا اعمل كذا او سوي كذا. بقول لك يعني اما تشور حد او مثلا تاخد رأي حد ويدلك مثلا على الحقيقة، يعني ربنا يجازيكم كل خير يعني. بجد يعني ربنا يجازيكم كل خير، وربنا يسترها معاكم كده ويبارك فيكم. دول كنا عاملين فيهم الرز بلبن. كنا عاملين فيهم رز بلبن بتوع دول، بس ما كانوش يتغسلوا يعني. إيه، يعني مثلا لما يكون حد اكبر منك بتقول له مثلا على اي حاجه تعباك او حاجه مزعلاك، بتقول له مثلا حصل لي كذا كذا كذا، بنصحك تعمل ايه او تسوي ايه او ما تعملش كده يعني. انا قصدي على كده يعني، انتوا تنصحوني وتدلوني على الصح يعني. انتوا بقى تقوموا بقى تشطروا بقى، وكان معاكم شويه مواعين وسخين ولا شويه حاجه بقى تنضفوهم كده وتنضفوا الحته. انا كنت حاطه اللبانه بوق، وكنت بحط الغل بتاعي في اللبانه دي بجد يعني. كنت من غيظي بحط اللي على اللبانه يعني، مش من كتر اللي حصل لي وكتر اللي اتقال لي وكتر الكلام يعني اللي اتقال لي يعني. بتشوفوا المواعين قد ايه، بسم الله ما شاء الله. ما كان بقى الزفر زي ما قلت لكم، وما كان الكرنب، وما كان التقليه بتاعه المحشي، وما كان كل حاجه. لميت كله بقى امسكه بقى اغسله كله، وامسك الحته اظبطها كده واروقها معاكم على ما الاكل يستوى يعني. آه، احنا بقى مثلا احنا على طول بيتنا مهروس، بيجيلنا ضيوف، بيجيلنا ناس قرايبنا، بيجيلنا ناس اصحابنا، على طول بيتنا مهروس يعني. بيبقى عندنا اكل على طول وطبيخ على طول، وبالذات البيت الارض من تحت دي كل حاجه الهرس فيه يعني. الهرس كله عليا بصراحه. انا بتبهدل من كتر الهرس ومن كتر الطبيخ وكل حاجه عليا يعني. دي اللي انا كنت قصدي وبتكلم عليه يعني، عشان كده ان احنا نساعد بعض او نعاون بعض او يسندوا عليا. إيه، كنت بقول لهم اطلعوا معايا في القناه، ما هماش راضيين كلهم، محدش منهم راضي، ولا جوزي ولا اولادي ولا اي حد خالص. مفيش الا ام سامح اللي بعد مره بتبقى تطلع معايا، لان ام سامح ممكن تطلع معايا بس، وسامح اشواق فيروز كده يعني، العيال الصغيره ديت. نفسي بقى كلنا كنا نطلع كلنا مع بعض، وتبقى عيله حلوه كده وبيحبوا بعض وبخافوا على بعض. دي اللي كان قصدي فيه، مش قصدي حاجه تانية يعني. وربنا يعين كل واحد يا رب ويقوي. ربنا يعين كل واحد يا رب على اولاده وعلى حاله يا رب، ويبارك لكم ويسترها معاكم ويقويكم على اولادكم يا رب، ويسترها معاكم في الغلا اللي احنا فيه ده. وكل اللي عنده عيال ربنا يعينه ويقويهم ويقوي عليهم يا رب، على المصاريف والغلا اللي احنا فيه دي، الكتب الدنيا ولعة يا جماعة والله العظيم اقسم بالله. ده انا نزلت بتاع صابع لانشون والله العظيم اقسم بالله. صابع لانشون 3 كيلو، هو الصابع الكبير ده 100 ب250 جنيه. كنت بجيبه ب70 جنيه. شوفوا بقى من 70 ل250. جد وانا بغسل الحوض ده، حط السكينة وحطيتها هناك كده، قام صبعي، قامت السكينة صبعي بس جه كده بس على السكينة كده اهوت، قام مقطوع مني. قطع صعب قوي والله العظيم. يومها صعب قوي، وخور دم بقى، اكن بقى في الساعة ديت كانت روحي راحت يعني، عشان الدم اللي نازل منه ده. قعدت بقى احط ميه واتك عليه واقفله عشان ما يتقفلش، يتقفل. وماما قفلت بقى الكاميرا، انا سبت الحته ما نشرش مساحه يعني. ورحت بقى جبت بتاع خلقه كده، ومسكت صبعي ربطته، لان كان بيشر دم فظيع، ما كنتش قادره. قلت بقى اكمل برضو الغسيل والحاجات ديت، لان لو سبت ما بحبش اسيب حاجه يكون مثلا حته وسخه حته كده، امسكها بقى انضفها يعني، عشان تبقى حتتك تنضفي حوالين منك، تبقي تعرفي تغرفي، تعرفي
تحطي اكلك، تعرفي مثلا حتتك حلوه فله كده، فاهماني؟ بتبقى تشجيع عليكم مش اكتر يعني. يلا يا ربنا يعينكم ويقويكم يا رب ويديكم الصحه، متحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا. هخلص بقى الوقت يكون الاكل استوى، هنحمر ونحط الاكل بقى وتعالوا بقى عشان تغدوا معانا. انا معلش بقى انا كلمتكم كتير ودشكوا وصدعتكم يعني بصراحه، بس انا بحب اتكلم معاكم على كل حاجه يعني، او نفسي ان انا حد يكون ابن حلال كده ويقول لي اعملي ايه بالظبط او ماشي ازاي. وامسك المطبخ برضو لقيته كان فيه ريش وفيه حاجات من المكنه، كنت انا دابحه البط اللي كنت منضفاه كله من بدري حوان ده، لان هو عندي في البيت مش شارياه يعني. وامسك الحته اكنسها وانضفها تبقى فله كده. شوف المطبخ عامل ازاي. تسلم ايدك يا ماما حكم والله العظيم بجد، بجد تسلم ايديك. ما اروحش في مكان كده الا يبقى فله تاكلش انا على حد. الاكل خلاص استوى اهوت، بالهنا والشفا اللي ياكل يا رب. والمحشي ما شاء الله يعني برضو استوى. بقوم عامله بالمعلقه كده، ان المعلقه خشت فيه تعتبر هو استوى او بقى فل. هطلعهم بقى يصفوا من الشوربه عشان احمرهم، عشان حتى ما يتحمروا ما يبقوش لما يكون فيهم شوربه وتحمري بيطرطشوا في وشك ويبهدلوا الدنيا. هطلعهم بس يصفوا من الشوربه بتاعتهم، وبعد كده امسكهم احمرهم، لان في شيء استوى وفي شيء ما استواش. هسيبه شويه برضو على ما يستوي. هطلع بقى اللي استوى هطلعه، واللي ما استواش هسيبه في الشوربه برضو، اسيبه بتجوز ولا عليه لحد ما يستوى يعني. والحواك برضو همسكها اطلعها والدنيا تبقى فل. كان عاملين بقى محشي لنا ومحشي لابو رحيم كان واخده معاه وهو ماشي. كنا عاملين له محشي كوسه برضو، كوسه على سيدنا محمد، على بتاع اسمه برنجان، على برنجان ابيض. احنا بقى كان عاملين لنا محشي بتاع الكرنب ده، كان جاي طازه، كنا شارينه طازه يعني، بس شويه محشي كانوا عسل سكر كده سكر. الحاجه الطازه ديت ما تعلاش عليه. اما يكون انت جايبه الطماطم طازه والكرنب طازه وكل حاجه طازه كده مش متفرزه، والله بيبقى سكر. وكان الحوان برضو كنت دابحه في يومها كان طازه، ما كانش متفرز ولا اي حاجه من دي. كان بالهنا والشفا يا رب اللي كال يا رب، ربنا يبارك لهم كده ويدوم الصحه ويخليهم ليا، متحرمش منهم ابدا ابدا ابدا. هحط بقى اللحوق، لان انا عامله جايبه اللحوق كبير كده عشان علشان احمر فيه، عشان مكسر احمر البطه بحالها كده او الوزه بحالها، عشان ما اكسرهاش يعني ولا كده، فاهمني؟ ساعه ما الزيت اتقدح بقى هقوم جايه محمراه، حطهم محمراه. ونفضي بقى المحشي بتاعنا على الصينيه بتاعتنا زي ما بنفضيها على الصينيه كده فله كده. وناخد بقى ونحط بقى الغدا. هتيجوا تغدوا معانا يا جماعه ولا مش جايين؟ بس اسمعوا الكلام وتعالوا. تعالى اعمل لكم احلى غدا والله العظيم، اقسم بالله اعمل لكم احلى غدا. انا شاطره قوي وجدعه قوي والله العظيم، شطوره انا شطوره. شفت الشطوره الغساله اللي كانوا بيقولوا عليها شطوره دي، انا زي الغساله الشطوره دي. يلا بقى اسيبكم في يعني اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه، لان القناه ساقطه جامد يا جماعه بجد يعني، القناه ساقطه جامد. ممكن بقى تقلي الحوايج او ممكن ما تقليهاش، انتوا براحتك، عشان ممكن الحوايج ممكن تلزق منك برضو في البتاع كده، ما تلزقش كده يعني. حمرنا اهوت وخلصنا وفضينا رز كمان المحشي. المقطع اللي كنت بفضي بيه اتقطع يا جماعه، انا كنت فضيت الحله بس العيال هو مش عارفه اتقطع او راح فين او ما حطيتوش، بالتالي ما حطيتوش يعني كان عندنا بقى رز ابيض في شيء مش عايز ياكل محشي، قمت مسخنه كان رز بيت يعني، قمت جايه مسخنه وعملت طبقين حلوين كده، لا ياكل رز ابيض ياكل واللي ياكل محشي ياكل. مبسوطين يا جماعه مبسوطين الحمد لله. الهنا والشفا يا رب اللي ياكل، وربنا يبارك لهم كده ويخليهم يا رب ويخليكم ولادكم يا رب. ادعوا لحبيبتي يا جماعه ربنا يخليها ويشفيها يا رب ويهدي لها ولادها. وادعوا لاختي حبيبتي برضو ربنا كده يرزقها بالذريه الصالحه يا رب، ربنا يرزقها بالذريه الصالحه. انا بفكركم اهوت وانتوا بتنسوا تدعوا على فكره، بتنسوا في التعليقات. اللايك يا جماعه، اللايك يا جماعه، اتفرجت لحد دلوقتي وما قلتش اللايك. سيبكم في رعايه الله ومتحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا ويشوفكم
فيديو احلى واحلى واحلى. ربنا يخليكوا ليا